بالنسبة لاتخاذ القرار في خصوص منع الانتصاب، الحقيقة هو مش قرار ربما فجئي ولا قرار تم اتخاذه بصفة حينية، تم تدرسه على جميع الأوجه. بطبيعة الحال ما يكونش أخذ قرار بالصفة هذيك وبالكيفية هذيك بصفة ربما متسرعة ولا بصفة ربما غير مدروسة، مش نقولش حاجة أخرى، لأنه تم اتخاذه بطبيعة الحال بالتشارك مع جميع الأطراف، مع جميع الأطراف، نقول أطراف مع الأخيين، الطرف الأخيين في الأمن على مستوى زاد كيف مع السيد المعتمد، مع السلطات، مع جميع السلطات. والحقيقة لقينا منهم نفس مع ربما بعض حتى الإطارات البلدية، مع بعض زاد كيف المنظمات والجمعيات والناس الفاعلة على مستوى مدينة مربى، ولقينا منهم الحقيقة الناس الكل كانت الدعم والمساندة والاستبشار ربما ومن غاديك كانت الانطلاقه نتاع ما كانش قرار منفرد بقدر ما هو كان القرار الجماعي اللي اجمعوا عليه الناس الكل، اللي هو لازم يتخذ، اللي هو لازم ندخلوا فيه مع وعي بقيه الناس كل المنتصبين غاديك واحساسهم في حد ذاتهم اليوم. ربما الناس كانت متجاوزه بشكل كبير وبشكل وغير لائق، هم في حد ذاتهم غير راضيين على الوضعيه كذا. بطبيعه الحال سهل هذاك الكل اتخاذ القرار والتمشي فيه بطريقه سلسه، وهذا اللي صار والحمد لله. هي الحقيقة المسؤول بقدر ما يشوف الجانب الترتيبي والجانب القانوني مع تنفيذ القانون على مستوى واتخاذ جميع الإجراءات، لازم يشوف الجانب ربما الاجتماعية، والجانب الاجتماعي اللي هي ناس كيف ما يخفاش علينا، اللي هو ناس كيف في وضع معين، في ناس اللي قاعدة معناتها مورد كمورد بالنسبة لي كمورد رزق. دونك انت باش تاخذ على مستوى المنع، وفي نفس الوقت باش تحدث له فضاء، باش تحدث له حاجه اللي يكون زاد كيف في نفس الوقت باش اللي يكون باش يستقاط منها باش الناس اللي فهمتي. دونك تم عند البلد بالنسبه للبلديه كان تم عندها فضاء، كان فضاء غير مستغل في الشيء هذه، كانت في بعض المعدات اللي هي زال الانتفاع بها، كان فيها ضافت جميع الجهود الكل باش تم اخلاء هذايا المكان هذايا من المعدات اللي قلنا عليهم. تم تنظيفه وتم اعداده كما ينبغي، طريقه تم تقسيمه بطبيعه الحال اماكن نتاع باش يتواجدوا فيها النصاب اللي كانوا على مستوى الانواج والشوارع اللي موجوده المحيطه بالمقر البلديه، وتم على اساس باش تمكينهم باش ينتصبوا في الفضاء هذا اللي يكون اكثر، على الاقل يكون في فضاء اللي هو موجود، اللي هو فضاء كبير ويتسحب تقريبا جميعا، اللي هو زاد كيف توفر فيه ادنى شروط على الاقل نظافه، توفر فيه الناس في وسط وباش زاد كيف هو الجانب الترتيبي الاخر، الجانب اللي على مستوى الجانب في خصوص الاستخلاص المعالم. الحقيقه هذاك الناس الكل مع كما قلت لك نحكوا في اطار مجموعه الناس الكل مع بعضنا، على اساس كنا هذاك في مرحله اخرى نحبوا الساعه مظاهر الانتصاب الفوضي هيك المظاهر نقضيو عليها، بعد نجيو ان شاء الله وقت تنجح وتلقى فيها معناتها على اساس الناس تولي تتعود به، الناس تولي تقضي من غادي فيه على اساس فيه فهمتي. وقتها نجموا ننظروا للجانب الاخر اللي هو ينظر في اطار مش تستخلص عليه البلديه بصفه فرديه، يكون في اطار لازمه، يكون في شكل اطار قانوني، هذاك من بعد في مرحله اخرى ان شاء الله. الحقيقة بالنسبة للمنتصبين هذوما احنا من قبل رمضان كانت مع الخيار الشرطة البيئية، الشرطة البلدية، مع الأمن كذا، خدينا أسمائهم الناس الكل في إطار الإعداد للمرحلة القادمة اللي هي إخلاء الأنواج الشوارع هذه من الانتصاب هذا، وزاد كيف تخصيص الفضاء اليوم. هما من أمس فقط احنا وقت اللي خلينا لازم تكون أنت حاضر، أونتر طون زاد كيف كسلطة تكون حاضر للعباد هذوما. عندنا القوائم نتاعهم جمعناهم من الناس كله، أجرينا حتى قرعة. انت بار اكزومبل هذا نيميرو واحد، هذا نيميرو اثنين، هذا نيميرو ثلاثه، باش واجينا قرعه بيناتهم الناس الكل. دونك هو الفضاء موجود على ذمتهم، لليوم برك الناس كلها موجودين غاديكا. بعض المقترحات اللي هي اضافه تكليراج اللي هو التنوير اللي هو مش موجود ربما ولا اللي هو غير كافي، دعمناه بالتنوير اللي موجود على التنوير، دونك هو على ذمتهم. اليوم حتى الصباح الناس كلها موجودين غاديكا معاهم، كل واحد يعرف مكانه وين، كل واحد يعرف ما له وما عليه، حتى على مستوى شكون يحل البيبان هذوما، شكون يسكر جميع الجزئيات تم الاتفاق عليهم،
وبالتالي هو موجود على ذمتهم، ونعتقد انه في الايام القريبه هذه نلقاو بحول الله يشتغل بصفه عاديه وطبيعيه. قانونيا وبصفه اذا كان ثم معناتها منع دونك يقابلها اجراء، يقابلها خطايا، هي من الخطايا الى حين الحجز، الى حين حتى يتم، حتى الله لا يقدر في حاله العوده. هما توا احنا في التسجيل هذايا وثم زوز كباين تم حجزهم، ينجم يتم حجزهم سواء على مستوى الوسائل النقل المستعمله ولا على مستوى معناتها اللي قاعدين السلعه اللي قاعده تتباع، ونجموا حتى بعد استشاره بطبيعه الحال النيابه العموميه ينجم يتم حتى ايقاف الاشخاص هذوما اللي هم الناس متعدده ولا الناس اللي مش ممتثله للقانون. معناتها وبالتالي معناتها على اساس جميع الاجراءات القانونيه راهو يتم اتخاذها ان شاء الله على اساس في اطار التمشي، نقول مدروس، في اطار تمشي رؤيه استراتيجيه ورؤيه واضحه للوضع ككل. دونك وقت اللي بدينا على مستوى الحجم الكبير والهائل نتاع الانتصاب والفوضى نقولوا الناس الكل اللي كانت موجوده بدينا فيها، راهو مش معناتها البقيه، مش بالعكس بديناهم، ولكن احنا في المرحله هذه الساعه نحبوا ننتهيوا بصفه نهائيه من الانتصاب اللي كان موجود ويقع تركيزهم، ونتهناو على الجانب هذا. بالنسبه للاحتلال المفرط للرصيف رانا متعدين وبدينا فيه ديجا، هو في خلال خضم وقت متعدين وعاملين راتيساج بالنسبه للانتصاب هذا، راه حتى اللي عرضنا اونتر والحقيقه للامانه ما لقينا الا استجابه، لانه المواطن وقت يشوف وصاحب المحل وقت يشوف انت نحيت الانتصاب اللي كان بالحق جاتهم على صدور الناس الكل، وقت يتكلم يقول لك الله تو سويت وبكل فرح، والدليل موجود. احنا وقت نشوفوا اللي كان كريم كان موجود لنا، انا واحد من الناس متعدي وقت قلت بالله لي بارير هذوما اللي كان قال لي توتس، وفعلا ترجع ساعه من الزمان تلقاهمش، خاطر كان قبل عاملهم هو في وسط الشارع حمايه للواجهه نتاع المحل نتاعو. نفس العمليه وقت التجارب بعض الانوج زاد كيف الفرعيه المحيطه كان دخلنا اللي يتكلموا يقول تو سويت والله يبارك، تشوف فيها الناس الكل كان دونك بحول الله وقت تنحي الحجم الكبير والحاجه اللي تمشي للي بعده تلقى كان الا الاستجابه، وتلقى والبرنامج فعلا بالنسبه للاحتلال المفرط للرصيف لازمنا نتعداولوا، ومش باش يكون اصعب بحول الله من الاحتلال نتاع اللي كان الاحتلال نتاع الكياس في حد ذاته مش رصيف. يعني والله للامانه وكل قلب مفتوح الساعه في البدايه نحب نتوجه بكل السلطات الامنيه، السيد المعتمد، الاعوان واطارات البلديه، المواطنين، الجمعيات، دعمهم الاكسيون هذه واللي سهلت علينا، والتدخل هذا اللي كان بقدر ما هو نشوفوه صعيب، بقدر ما هو كان راهو بكل سلاسه وبسهوله وفرح في عينين الناس الكل، وما كان الا باجماع الناس كلها واستعداد الناس كلها ان تقدم الاضافه وتقدم وهذا بطبيعه الحال بدعم من السلطات الحقيقه للامانه زاد كيف السلطات على مستوى جهوي زاد كيف وعلى رسم السيد والي. فرحه تراو بالحق فعلا، راهو فرحه العباد لا وقت تشوفها في وجوههم ولا يتقدم لك انت واقف وتنحي ومواطن كبير ولا رجل كبير يتعدي ويقول لك الله يرحم والديكم وبارك الله، معناتها تحس بالفرحه وتحس بالكآبه اللي كانت موجوده، تحس بالكآبه فعلا اللي كانت موجوده عند العباد. بالعكس البلديه راهو السلطه مش بعيده على المواطن، راهي منهم واليه، ولكن تخليه مسؤوليته انه يتخذ القرار اللي لازم يتخذه، والقرار اللي ما يتعداش وبالعكس ما يتعسفش على العباد، يكون راهو في اطار، والقرار بطبيعه الحال اذا كان باش تعدى على 20 باش نحيهم راهو في صالح الالاف وعشرات الالاف. ونعتقد انه المنظر اللي كان موجود والشيء اللي كان موجود للامانه ما يشرف حتى اي تونسي وما يشرف حتى اي وطني غيور على بلاده. ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وشكرا لكم.